يا مساء الخير والجمال والسعادة عليكم. الأهلي بطل لكأس مصر المرة 39 في تاريخه بفوزه النهارده على نادي الزمالك اللي قدم مباراة كويسة جدا قدام النادي الأهلي، وجمهور الحقيقة النهارده بصراحة عمل مباراة تكتيكية على أعلى مستوى قدام النادي الأهلي، وقفل على كل مفاتيح اللعب بتاعة النادي الأهلي تقريبا في المباراة. قفل بشكل كويس جدا على بيرسي تاو، منعه إن هو يشكل أي خطورة سواء في الشوط الأول ولا حتى لما خرج في الشوط الثاني. المسلوس النهارده ما زادش تقريبا، واقف طوال المباراة ورا عشان حسين الشحات الزحمه اللي كان عاملها جوميز في نص الملعب. قفل بشكل كويس جدا على عمق النادي الاهلي سواء عمرو السوليه ولا امام عاشور، وبالتالي النادي الاهلي ما قدرش في الشوط الاولاني ولا حتى في الشوط الثاني لغايه اخر 10 دقائق ان هو يخلق فرص حقيقيه على مرمى عواد. وكهربا النهارده ما ظهرش في المباراه وما جاتلوش تقريبا ولا كوره في المباراه سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. نادي الزمالك ممكن تقول ان هو تفوق فنيا على النادي الاهلي في اغلب فترات المباراه نسبيا، باستثناء طبعا اول 10 دقائق واخر 10 دقائق من المباراه. اول 10 دقائق النادي الاهلي بدا بدايه قويه جدا، ضغط عالي، ضغط شرس، قدر ان هو يسيطر ويستحوذ على الكوره. كان افضل من نادي الزمالك اول 10 دقائق، واخر 10 دقائق طبعا النادي الاهلي بالفرصتين اللي جوله اخر 10 دقائق قدر ان هو يستغلهم، قدر ان هو يسجلهم اهداف، قدر في النهايه من خلالهم ان هو يفوز على نادي الزمالك وياخد منه كاس مصر للمره 39 في تاريخه. نادي الزمالك كان افضل من النادي الاهلي النهارده في المباراه بسبب التشكيله اللي بدا بيها كولر المباراه، والنادي الاهلي ما تحسنش وما ظهرش بشكل كويس غير اخر 10 دقائق بسبب التغييرات اللي نزلت في الدقيقه 73 واللي كانت لازم تنزل عشان تغير شكل النادي الاهلي في المباراه. النادي الاهلي كان عنده مشاكل كبيره جدا بسبب التشكيله اللي بدا بيها كولر، اهمها طبعا كريم نيدفيد ممكن تقول عليه لعيب كويس، ولكن ممكن تقول ان هو بعيد عن المباريات والمباريات الكبيره اللي زي كده. ممكن تديله في مباراه اقل من كده نسبيا لكن مش نهائي كاس وقدام بقى نادي الزمالك. فكريم نيدفيد النهارده كان عامل مشكله كبيره جدا في عمق دفاع النادي الاهلي، وغياب مروان عطيه اثر بالسلب بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي في نص الملعب، وخلى نادي الزمالك يسيطر ويستحوذ على اغلب فترات المباراه. والكورتين دول هيبينوا لك ان كريم نيدفيد ما كانش فايق النهارده في المباراه، وكان نقطه ضعف كبيره جدا للنادي الاهلي. الكره الاولى في الدقيقه 41 كانت كره خطر جدا، اوباما قدر ان هو يهرب من كريم نيدفيد في ال 18، جات له الكره في وسط طبعا سرحان كبير جدا من كريم نيدفيد، عملها عرضيه لولا ان محمد عبد المنعم تدخل وكان فايق وكان مركز كان ممكن سهل جدا يبقى الهدف الاول للنادي الزمالك في الدقيقه 42. الكره دي في الشوط الثاني هتلاقي عمرو السوليه بيضغط بكل قوه على دونجا في نص الملعب، هتتفرج على عبد الله السعيد هتلاقيه واقف لوحده تماما في نص الملعب، وكريم نيدفيد سايب له مساحه ان هو يسلم ويستلم براحته جدا في نص الملعب. حتى الرياكشن بتاع عمرو السوليه لما لف وشاف ان عبد الله السعيد بيستلم الكوره براحته تماما في نص الملعب، الرياكشن بتاعه بيقول لكريم نيدفيد انت فين يا عم؟ انت ما بتضغطش ليه؟ انت ليه سايب كل المساحه دي لعبد الله السعيد في نص الملعب يسلم ويستلم براحته؟ فكريم نيدفيد كان مشكله كبيره جدا من وجهه نظري النهارده في المباراه، وغياب مروان عطيه اثر بالسلب على اداء النادي الاهلي وعلى سيطره النادي الاهلي في نص الملعب. تاني واحد النهارده كان موجود في تشكيله النادي الاهلي واثر على اداء النادي الاهلي في المباراه هو طبعا رامي ربيعه. رامي ربيعه ممكن تقول ان هو شال كره حلوه جدا في الشوط الثاني وكانت كره خطر جدا لنادي الزمالك، ولكن كان عنده مشكله كبيره جدا. رامي ربيعه يا جماعه لازما حد يكبر في ودنه ويقول له العب اللي تعرفه، ما تعملش نفسك لعيب كوره عشان انت مش لعيب كوره. رامي ربيعه طول الوقت عاوز يحسس ويبين لجماهير النادي الاهلي ان هو لعيب كوره، ان هو مدافع عصري، ان هو بيزيد بالكوره وكمان يقدر يبني الهجمه ويعمل لك هجمات. فكل كوره تقريبا لعيبه نادي الزمالك اللي في الخط الامامي بيسيبوه يستلم براحته ويزيد براحته عشان عارفين في النهايه ان هو يعمل ميس باص ويرجع لهم الكوره تاني. فتقريبا كل كوره بيمسكها رامي ربيعه ويحاول ان هو يعمل فيها لعيب كوره وعاوز يعمل فيها اسيست وتمريره في الخط الامامي. تقريبا 90% من كل الكرات اللي بيطلعها من رجله بتبقى ميس باص ويخلي النادي الاهلي يفقد الكوره بسهوله، ونادي الزمالك يرجع يسيطر ويستحوذ على الكوره من تاني. فده بيخلي النادي الاهلي طول الوقت معهوش الكوره، طول الوقت نادي الزمالك ماسك كوره عليه. فالنهارده رامي ربيعه كان مشكله كبيره جدا في اداء النادي الاهلي طوال المباراه. ثالث واحد اثر على اداء النادي الاهلي النهارده في المباراه هو محمد هاني. محمد هاني بقى انا بالنسبه لي ما تقدرش تقول عليه ظهير ايمن، مدافع ايمن. ليه؟ لان هو ولا بيدافع كويس ولا بيهاجم كويس. طوال ال 90 دقيقه ما تستناش منه عرضيه لانه مش هيعمل لك عرضيه تبل رياك. تاني حاجه دفاعيا مصطفى شلبي النهارده واكل على فاعش وحلاوه في كل كره تقريبا بيعدي منه، وكانت جابها خطر جدا لنادي الزمالك طوال ال 90
93 دقيقه، وده اللي خلى كولر ينزل عمر كمال قصاد محمد هاني ونزل اكرم توفيق عشان يقفل على الجبهه الشمال بتاعه نادي الزمالك ويبقى مساعدين لمحمد هاني اللي دفاعيا صفر تقريبا طوال المباراه، واثر بالسلب بشكل كبير جدا على النادي الاهلي وخلى نادي الزمالك يبقى خطر جدا من الجبهه بتاعه مصطفى شلبي. والنادي الاهلي ما بداش يتحسن غير في الدقيقه 72 في التغييرات اللي عملها كولر بنزول قفشه ومنزول مروان عطيه مكان السوليه ومكان كريم ندفت، اللي خلى النادي الاهلي بقى افضل نسبيا، بيمسك كره اكتر في نص الملعب، خلت النادي الاهلي لما مسك كره اكتر بدا يخلق فرص اكتر على نادي الزمالك، وقدر من خلالهم ان هو يسجل اهداف. في الاسيست الاول العالمي من قفشه في كره امام عاشور، والهجمه المرتده السريعه بقى بنهايه الشوط الثاني لما نادي الزمالك خلاص فقد الامل وبقى يندفع بكل قوه في اخر الدقائق في الدقيقه 93 بالكونتر اتاك اللي استغله امام عاشور بشكل كويس جدا، ورفع عينه وشاف قفشه وهو الفاضي، وقفشه قبل ما يستلم الكوره كان رافع عينه وشايف عواد ان هو مايل اكتر ناحيه اليمين، فاول ما استلم الكوره على طول ببطن رجله حطها على شمال عواد. الهدف الثاني ورصاص الرحمه على نادي الزمالك اللي بالنسبه لي قدم مباراه كويسه جدا النهارده، وجوميز بالنسبه لي عمل مباراه جيده قدام النادي الاهلي وعمل مباراه جيده على كولر، ولكن في النهايه زي ما قلت لكم التغييرات اللي عملها كولر في الدقيقه 72 هي اللي اضافت للنادي الاهلي وخلت اداء النادي الاهلي يتحسن نسبيا في الشوط الثاني واخر ثلث ساعه، واستغلال لعيبه النادي الاهلي الفرص اللي جات لها في الشوط الثاني اخر 10 دقائق قدروا من خلالها لعيبه النادي الاهلي تفوز على نادي الزمالك النهارده ويتوج النادي الاهلي بكاس مصر المره 39 في تاريخه. فالف مبروك للنادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي، اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه سواء بقى في المباريات المحليه وحصد كل البطولات المحليه والافريقيه باذن الله تعالى. اتمنى يا رب يكون كلامي في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب لو كلامي في الكوره عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.